ده تاني فيديو. يا رب يكون أول فيديو عجبكم. كنا بنشرح في الفيديو اللي فات يعني إيه كمبيوتر قبل ما نتوغل في البرمجة واللغات فالمفروض إن أنت تعرف يعني إيه كمبيوتر الأول وبيتكون من إيه الكمبيوتر عشان تقدر إن أنت تتعامل معاه لما تحب إن أنت تكتب برمجة أو تتعلم برمجة بأي لغة. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن يعني ايه برمجة بأسلوب بسيط جدا، وازاي ان انت تحول لغتك اللي هي اللغة البشرية عربي او انجليزي او اي لغة للغة يفهمها الكمبيوتر ويقدر ان هو يتعامل معاك بناء على التعليمات اللي انت تديها له. زي ما قلنا الفيديو اللي فات، الكمبيوتر بينقسم الى ثلاث حاجات: input وبروسيسنج واوتبوت. والمفروض دلوقتي الفيديو ده احنا نتعرف يعني ايه برمجة. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات فإن شاء الله هتلاقيه تحت في الوصف، فاتفرج عليه الأول وبعد كده تعالى الفيديو ده اتفرج عليه. البرمجة بكل بساطة هي تعليمات، أو قبل ما نقول اللي هي تعليمات، هي بروبلم أو مشكلة أنت بتحلها. تمام. معنى البرمجة إن أنت بتحل مشكلة معينة بواسطة الأوامر أو التعليمات اللي أنت بتديها للكمبيوتر. بس يعني انت المدير، وهو ده اللي بينفذ التعليمات بتاعتك. بينفذها ليه؟ عشان تحل المشكلة اللي انت عاوز تحلها. يعني بس هي دي البرمجة. البرمجة هي تعليمات بسيطة جدا اهي. انا مش عاوز اقول لك على مصطلحات معقدة في الاول عشان يبقى الدنيا بسيطة بالنسبة لك. وهنتكلم دلوقتي على حاجة أساسية في البرمجة، وهي حاجة اسمها كومبايلر. احنا دلوقتي قلنا في الفيديو اللي فات ان الكمبيوتر مش بيفهم اللغة بتاعتك. طب هو الكمبيوتر بيفهم ايه؟ بيفهم 0 و1 بس. السي بي يو اللي هو المخ اللي احنا برضو قلنا عليه الفيديو اللي فات، فانت لازم تتفرج على الفيديو اللي فات الاول. كل حاجه مترتبه على بعض. فالسي بي يو اللي هو المخ بتاع الكمبيوتر مش بيفهم غير 0 و1. طب ازاي انت هتخلي اللغه بتاعتك 0 و1؟ فهو ده بقى الكومبايلر، المترجم. زي ما عندك ترجمه جوجل مثلا على الموبايل تحول العربي الانجليزي، دي بتحول لغه البرمجه اللي هو السورس كود للزيرو والون عشان السي بي يو يقدر ان هو يتعامل معاها والكمبيوتر يقدر ان هو يفهمها. دلوقتي بقى خلصنا من الكومبايلر وعرفنا يعني ايه كومبايلر. والكومبايلر ده يبقى موجود في كل البرامج اللي انت بتكتب عليها الكود. يعني اي برنامج زي بلوك كود او فيجوال ستوديو كود هيبقى موجود عليها. يعني هو ده المترجم، من غيره انت مش هتعرف تكلم الكمبيوتر اصلا وهو مش هيفهمك. نيجي بقى لمثال بسيط كده وكويس انا اخترته عشان نفهم يعني ايه برمجة. البرمجة زي احنا ما قلنا حل المشكلة. البرمجة هي حل المشكلة، أبسط تعريف ليها. طب دلوقتي احنا عندنا مشكلة وعاوزك تفكر في الحل بتاعها معايا. أنا دلوقتي فاتح اللابتوب بتاعي أو الكمبيوتر بتاعي ونسيته مفتوح. تمام. نسيته بقى يعني مثلا نمت، عندي مشوار، نسيته وخلاص، نسيته مفتوح. ازاي بقى يعني هعالج المشكلة دي ازاي؟ هل أنا أسيبه مفتوح كده يفضل مفتوح 24 ساعة؟ يعني ده هيحرق في الرام وهيبوظ البطارية وهيقلل من العمر الافتراضي للجهاز فايه المشكلة بقى؟ يعني ايه الحل بتاع المشكلة دي؟ دي مشكلة، ابسط مشكلة. الحل بتاعها، الحل بتاعها ان احنا نخلي الكمبيوتر يبقى فيه موظف قاعد جوه الكمبيوتر. الموظف ده مثلا عبارة عن ابلكيشن او مثلا موظف جوه في السيستم ذات نفسه، في مثلا الاوبريتنج سيستم اللي هو مثلا في ويندوز او لينكس او اي حاجة. طب الموظف ده يعمل ايه؟ كل مثلا دقيقة او 5 دقايق يروح يشوف هل انت استخدمت
الكمبيوتر ولا لأ. يعني مثلا، هل انت حركت الماوس ولا لأ، حركت الكيبورد ولا لأ، متفاعل مع الشاشة ولا لأ، في فيديو شغال ولا لأ. الموظف ده هو ده المهمة بتاعته بس، ان هو كل 5 دقايق او كل دقيقة زي ما انت تظبطه، يروح يشيك على اللاب او على الكمبيوتر، الجهاز بتاعك، شوفه شغال ولا لأ، في الروح ولا لأ، في صوت شغال، انت حركت الماوس، انت استخدمت الكمبيوتر بتاعك ولا لأ. هي دي مهمته الوحيدة. نروح بقى على اللوجيك. زي ما قلنا، اول حاجة يروح يشوف احنا دلوقتي ما ينفعش ان احنا نسيب الكمبيوتر مفتوح. فالموظف ده هيروح يشوف لوحة المفاتيح شغالة ولا لأ. لقاها شغالة، هيرجع تاني يقف مكانه. لقاها ان انت ما استخدمتش مثلا الماوس والكيبورد، ولا في تفاعل معاك ومع بينك وبين الكمبيوتر، هيروح يقفله. ممكن نعمل اوبشن تاني، ان هو يظهر عداد تنازلي 10 ثواني مثلا يعد، وبعد كده يجي منفذ الامر اللي انت قايله له، اقفل الكمبيوتر. انا ما استخدمتش الكمبيوتر مثلا لمدة ساعة، فاقفل الكمبيوتر. بس هو ده الابليكيشن، او هو ده حل المشكلة. يعني لو ما فيش حل المشكلة، آه، الجهاز هيفضل مفتوح على طول، وده طبعا هيسبب مشاكل كتير زي ما قلت. فكده البرمجة، إذا عندك مشكلة تفكر فيها، المبرمج هو اللي بيفكر فيها، بعد كده يروح يكتب السورس كود او الكود، بعد كده الكومبايلر يترجم، بعد كده يودي للسي بي يو عشان يفهم، بعد كده الامر يتنفذ. هو ده عبارة عن حياة ال المبرمج، او دورة حياة مثلا بتاع الابليكيشن. بناء الابليكيشن بيبقى ازاي؟ اي سيستم في الدنيا او اي ابليكيشن هو بيحل مشكلة. يعني مثلا هنفترض مثال تاني زي اوبر مثلا. اوبر ليه مشكلة ان انت تبقى في منطقة بعيدة مش بيوصل لها التاكسي، او في منطقة معينة عاوز تروح منطقة معينة تاني في وقت معين. فانت بتيجي تطلب من الابليكيشن واصلا الشركة بتاع اوبر ما عندهاش ولا عربية تقريبا شغالة. اللي شغال موظف تاني عند اوبر. فاوبر حركة الوصل بس حلت مشكلة، وصلت عميل بعميل تاني. انت بالنسبة لده عميل، وهو بالنسبة لك عميل. فانا بوصل لك برضو مفهوم البرمجة ان انت تحل مشكلة. بس يا رب يكون الصورة وصلت لك زي ما انا عاوز. وان شاء الله الفيديو الجاي هنوضح حاجات كتير تخص البرمجة برضو بنفس التسلسل. السلام عليكم ورحمة الله.